ايدي هاو يعني مأزق، يعني هو ما كانش حابب ان هو يقابل ليفربول في الاسبوع الثاني. ليفربول عنده ايكيتيكي وقادر ان هو يغير كمان بخاجبه، لكن الاصرار على ايساك علشان يبقى فيه ذات بشري كبير، وخاصه خبره الدولي السويدي البكار خبره كبيره في الدوري، واكيد بيعمل فارق كبير جدا لاي فرقه يلعب فيها. هنشوف ايساك والمشكله دي لسه ما انتهتش، واكيد هيكون لسه ما انتهاش على يوم الاثنين، وملوش اي مكان لسه في المباراه دي لا نيوكاسل، واكيد برضه مش هيلعب مع ليفربول لحد ما نشوف ايدي هاو اللي كان شكله مش كويس قدام جماهيره في المباراه السابقه، مش قادر ان هو يحرز هدف حتى لما طرد كنت سواء من جوردون او من اي لعيب تاني. برونو جيمرايش في نص الملعب زي ما اتفقنا هو والنجم جو لينتون قادرين ان هم يعملوا شكل كويس. ليفرامنتو من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين تريبير قادر ان هو يؤدي دور كويس. نيك بوب برضو كويس، ودان بيرن. الفرقه مكتمله الصفوف لكن ناقصها الراجل راس الحربه الهداف اللي كان بيخلص. واصبح مشكله ايدي هاو دلوقتي ازاي انا بوصل لكن مش قادر اسجل. هل هيحاول يعني جاكوب رامسي التعاقد الجديد اللي عمله كمهاجم لحد ما يشوف هو هيعمل ايه؟ هو دلوقتي شغال برضه بيدور في الميركاتو على مهاجم. ناحيه ليفربول مشاكله الدفاعيه لسه موجوده، فان دايك وكوناتي، ومفاوضات ساخنه جدا مع كريستال بالاس علشان يحصلوا على القائد مارك جويهي ممتاز في قياده الدفاع، وهيكون اضافه كبيره. كياسا هيكون موجود خاصه بعد ما جاب هدف التقدم 3-2 في الدقائق الاخيره من المباراه اللي فاتت قدام بورنموث. هيكون موجود بشكل اكبر من الموسم اللي فات اعتقد. زي فيرتس مش قادر ان هو ينسجم لسه، المفروض انه هيلعب راس مثلث قدام الاثنين اللي ورا راين خرابنبرغ وجنبه ماكاليستر، او يمكن سوبوسلاي اذا كان هيبقى موجود. عن ان هو مصري وفي 33 سنه وقدر ان هو يحصل على رقم كبير زي ده، فعلا يعني راجل بيكسر كل الارقام، ما شاء الله عليك يا صلاح. ايكيتيكي يعني الادوار اللي بيأديها ادوار جميله، وانسجامه مع الفرقه هيكون افضل وافضل مع الوقت. الراجل عنده ثقه في نفسه، بيقدر ان هو يعدي واحد واثنين وثلاثه ويروح ناحيه الجون، رجليه حلوه على الجون. انا شايف ايكيتيكي افضل بكتير من خاجبه في المكان دوت. في نيوكاسل ممكن نشوف مايلي خلال احداث المباراه يدي شويه تنوع في نص ملعب الماكبايس عندهم مشكله زي ما اتفقنا في احراز الاهداف. واتمنى اكون ضيف خفيف عليكم دايما، واكون يعني عند حسن ظنكم. ادعموني بالشير واللايك ما تنسوش، واللي عنده راي يبعتهولي. مستنيكم تاني معايا محمد القاضي في ملعوبه بودكاست. اشوفكم على خير، سلام.